أمننا وجنودنا البواسل في الأمن استطاعوا أن يحققوا نصرا جديدا ضد الإرهاب، حيث صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد واستقراره، فقد تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر الذي اسمه طايع بن سالم بن بلسم الصيعري سعودي الجنسية المعلن عنه بتاريخ 21/4/1437 لدور الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية، متخفيا في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض، ومعه شخص آخر ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي سعودي الجنسية، واتخاذهما من ذلك المنزل وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة. ووفقا لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر اليوم السبت الموافق 9 من شهر ربيع الثاني 1438 للهجرة في تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما، إلا أنهما رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع، مما أوجب تحديد خطرهما، خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كان على وشك استخدامهما لولا عناية الله ثم سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك، ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته لله الحمد في مستقرة، فيما لم يصب أحد من الساكنين أو المارة بأي أذى ولله الحمد. يمكن شفنا الصور اللي كانت حاضرة وكذلك مقطع الفيديو اللي شفناه وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم في مؤتمر صحفي للمتحدث الأمني بوزارة الداخلية مساء سيتحدث بتفاصيل أكثر عن هذه الحادثة وعن هذا الإنجاز والضربة الموجعة ضمن الضربات المتتالية في وجه الإرهاب ومن يتبنى الفكر الإرهابي. حتى يكون معنا التعليق على هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي المختص بالشأن الأمني سعود الشيباني. سعود مساك الله بالخير. يا هلا مساء الخير. سعود، كيف تعلق على نجاح العملية الأمنية اليوم في حي الياسمين واللي جت في إطار الحملات الأمنية الناجحة في مطاردة الإرهابيين والسيناريو اللي كان موجود في هذه القضية؟ أولا نحمد الله، طبعا ليس غريبا الضربات الاستباقية التي تقود الأجهزة الأمنية لدينا بالسعودية في كثيرا من العمليات ولله الحمد تم إحباطها قبل أن تصل يد الغدر والخيانة إلى أهدافها البائسة. طبعا حادثة اليوم هو كان الأجهزة الأمنية رصدت موقعهم يقطنون بفلة في شمال الرياض بحي الياسمين. كانت التوجيهات والتعليمات أن يتم مداهمتهم في ساعة متأخرة. الهدف طبعا من ذلك هو أن لا يتواجد عدد من المارة في الطرق السريعة أو في الشوارع حتى لا يتعرضون لأذى، أو مثلا لا سمح الله في حالة هروب الإرهابيين ممكن يسطون على أحد سيارات المارة. كان هناك طوق أمني وكالعادة الأمر تم مطالبة بتسليم أنفسهم، رفضوا وأطلقوا عدة أعيرة نارية حاولوا الهروب. نحن طبعا احنا شاهدنا جميعا المقطع اللي انتشر شجاعة أحد رجال الأمن في دوريات الأمن. سعود بس أبي منك تعليق. أنت قاعد تتكلم وقاعد أنا ما أدري في المؤتمر الصحفي ولا قاعد تشوف المقطع؟ لكن لا أنا للأسف ما عندي تلفزيون حاليا، أنا أنتظر المؤتمر الصحفي. طيب الآن قاعد الشباب يعرضون المقطع للإرهابيين اللي كانوا يعني يحملون أحزمة ناسفة وهم يحاولون الهروب إلى إحدى دوريات الأمنية. اشرح لي هذه وش بالضبط في الصورة أو المقطع؟ هو طبعا الشخصين ما ذكرتهما هربوا من الفلة الملاصقة لوكرهم الإرهابي من الخلف،
ثم قفزوا على أحد المنازل اللي بالخلف، وكانت الأجهزة الأمنية مطوقة بشكل عام الحي. وأيضا دائما في التواجد الأمني يضعون لهم نقطة عبور لمحاولة خروجهم من وكرهم. عندما خرجوا كانت أحد الدوريات واقفة بالقرب منهم. طبعا الدوريات محطوطة على شكل تمويل، لا يوجد فيها تحت التشغيل السيارة، هي فقط موضوعة في نفس الشارع. حاولوا هم يركبون بالسيارة ظنا منهم ان السيارة في تحت التشغيل حتى يهربون من مسرح الحدث، لانهم متعودين تنظيم داعش دائما لا يواجهون نهائيا رجال الامن، يلجؤون الى الهروب من المواجهات في محاولة منه. طبعا ينقصهم كثير من الخبرة، بالرغم من هذا الشخص تحديدا هو متخصص في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات. طبعا عندما حاولوا الطلوع على السيارات كان احد رجال الامن بدوريات الامن لهم بالمرصاد متخبي في تحت احد الاشجار. طبعا الاشجار اللي موجوده في امام المنازل دائما تساهم في انه ممكن يختبئ فيها عدد من سواء من الارهابيين او مثلا على سبيل المثال اللصوص اللي يقفزون على المنازل. وانا من هذا المنبر ادعو المواطنين اللي لديهم اشجار بكثافه امام منازلهم ان يتخلصوا منها، لانها تشكل لهم خطوره جدا، وممكن يختبئ فيها ارهابي او يختبئ فيها لص مثلا لسرقه منزل صاحب الاشجار. طبعا الاجهزه الامنيه كانت متواجده بشكل كبير جدا، وكان منهم قناصه فوق المنازل. هم يحاولون الاجهزه الامنيه، لاني انا قربت من مسرح الجريمه وتواجدت انا في المسرح، كانوا يحاولون القبض عليهم ولا يرغبون في قتلهم، وكان من السهل جدا قتلهم في اول عمليه مداهمه. لكن للاسف الشديد هم حاولوا الفرار من نفس المسرح الجريمه. عندما تواجدوا لاحظتوا طبعا المقطع اللي كان ظهر شجاعه رجل من دوريات الامن، للتحية وتقدير مني ومن جميع المواطنين، وهذا يؤكد على مدى شجاعة رجال الأمن والمواطن السعودي. وحسب المعلومات التي لدي بأن المعلومات مررت من أحد المواطنين شاهد تحركات مريبة لهم الإرهابيين. طبعا هم كانوا يستقلون حسب المعلومات التي أكدها لي شهود عيان، كانوا يستقلون أكثر من سيارة. كان في سيارة كابرس، ومن ثم هذا الكلام قبل تقريبا أسبوعين ثم غيروها بسيارة ثانية جيب صالون يوكن لونه أسود. ثم كانوا يذكرون لنا بأنه يوجد معهم امرأة، يبدو لي اللي كان واحد منهم امرأة، هو كان يرتدي حذاء يرتدي زيا نسائيا، لأني دخلت جوا مسرح وكرهم البائس وجدت هناك عباية نسائية داخل أحد الغرف، وهذا يؤكد بأنهم يحاولون الاختباء والتظاهر والتضليل على الأجهزة الأمنية وعلى الجيران بأنه أن هذه امرأة. وتستعرف مدى اهتمام وحرص رجال الأمن عندما يشاهدون امرأة في سيارة، لا يحاولون بقدر المستطاع مثلا احتكاك معه شيء من القبيل. لكن مهما تخبوا هؤلاء سواء الإرهابيين داعش أو أي تنظيم آخر، الأجهزة الأمنية ولله الحمد سوف تطالهم في أي مكان. سعود، بس المقطع الأخير بس يعني قبل ما أختم معك، فيه اللي كان أمام السيارة وهو يطلق بالمسدس، هذا رجل أمن؟ نعم، هذا أحد رجال الأمن في دوريات الأمن بالرياض. كان مختبي خلف احدى الاشجار اللي بجوار مقابل الدوريه. وكان معه مسدس ما يسمى لم تكن ذاكرة البسيطه والمتواضعه في الاسلحه، انه مسدس عيار 9 ملي، وهذا يتواجد مع رجال الامن بشكل كبير جدا. اما بالنسبه للارهاب، بالرغم من ان الارهابيين يحملون اسلحه رشاشه وكان معهم احزمه ناسفه، الا ان رجل الامن بكل شجاعه، وهذا يدل على شجاعته ومدى اتقانه لحمل الاسلحه، كان يحمل السلاح بيد واحده واطلق عليه وصوبه في الراس او قتله براسه. وهذا يدل على ان هناك تدريب جيد وتدريب من الاجهزه الامنيه في منسوبيها. ولو لم يكن هناك تدريب جيدا لما شاهدنا هذا اللقطه التي الكل يتفاخر بها المواطنين. بالتأكيد. وشكرا لك سعود الشيباني الصحفي المختص بالشأن الامني. يعني الحمد لله على هذا الإنجاز الأمني اللي يضاف لسلسلة إنجازات رجال الأمن البواسل في يعني تقديم صفعات للفكر الإرهابي وكل من ينتمي للإرهاب بشتى يعني مجالاته. داعش أعطوا ضربة قاضية هذا اليوم عندما قام رجال الأمن بتطويق المنطقة وقتل 2 من المطلوبين الأمنيين الخطيرين. الحديث كذلك عن شجاعة رجل الأمن السعودي. شوف المقطع بس
ودي بس الشباب يعطونا إياه مرة ثانية. أي شجاعة تتحدث عنها عند رجل الأمن السعودي اللي هو يعني طبعا ننتظر كل بيان صحفي وجبران عواجي أو يعني كل رجال الأمن نتحدث عنهم عندما قام بمواجهة اثنين معهم رشاشات وأحزمة ناسفة وهو لوحده يعني أمام السيارة يقوم برصدهم وتوجيه الطلقات عليهم بكل شجاعة بكل بسالة. هكذا هم رجال أمننا، هكذا هم رجال أمننا بالتأكيد مقبلين غير مدبرين في وجه كل من يريد أن يمس أمن بلادنا. حفظهم الله وحفظ رجال أمننا البواسل، نقدم لهم كل التحية، ومهما قلنا ومهما تحدثنا فلن نوفيهم حقهم. شكرا لهم، شكرا على الشجاعة اللي يتحلى بها الجندي السعودي ورجل الأمن السعودي اللي تفوق شجاعة أتوقع أقوى رجالات العالم. الحمد لله، الله يحفظهم ويحفظ أمن بلادنا ويجمع علينا الخير والأمان ويدحر كل من يريد أن يمس أمن بلادنا أو يريد أن يبث أي فتنة كانت في هذا البلد المبارك. الله يحفظ هذا البلد دائما.